السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاء ده أهم من ليلة القدر، إزاي ننساه؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكتر الناس يا حبايبي إذا جاء شهر رمضان وبالذات في العشر الأواخر من رمضان بيقتصر دعائهم على حاجة واحدة بس: يا رب اللهم غنمنا ليلة القدر. وده شيء جميل جدا، لأن ليلة القدر دي ليلة العمر. قال عنها جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهي الليلة اللي هيتكتب فيها مقادير الخلائق من السنة للسنة. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني بتكتب فيها مقادير السنة كلها من الرزق والأجل والسعادة والشقاء إلى غير ذلك بفضل الله. كل ده بيتكتب في ليلة القدر. طيب، لكن بننسى دعاء وهو في نظري أهم بكتير من دعاء اللهم غنمنا ليلة القدر. اللي هو دعاء إيه؟ اللي هو اللهم اجعلني من عتقائك من النار. لأن خدوا بالكم من حاجة: الواحد ممكن يفوز بليلة القدر وتتكتب له ليلة القدر خير من 1000 شهر، فممكن يفوز بليلة القدر، ولكن ممكن مع ده يدخل النار يوم القيامة بسبب ذنوب هو ما تبش منها، وربنا لم يعف عنه من تلك الذنوب. لكنه لو دخل النار فمن المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحد أبدا في النار، فممكن يخش يتعاقب. فإن أي مذنب يموت وهو لم يتب من تلك الذنوب فهو في مشيئة الله. لو شاء الله لعذبه ولو شاء الله لعفى عنه. قال جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو شاء الله عز وجل أن يغفر لهذا المذنب حتى وإن لم يتب، فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن بقى لو إن ربنا أعتق رقابنا من النار هنبقى من أهل الجنة سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت، يعني سلسلة الشياطين ومردة الجن، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. خدوا بالكم: ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. يعني في كل ليلة من 30 ليلة بتاعت رمضان، في كل ليلة الله عز وجل يعتق عددا بعينه من المسلمين، يعتقهم من النار. قل لي: طب ما ممكن ربنا يعتقني من النار وارجع أذنب تاني بعد رمضان وأقع تاني وأخش النار؟ أقول لحضرتك: من كمال عتق الله عز وجل لرقبة العبد من النار إن ربنا سبحانه وتعالى يحبب إليه العبادة ويبغض إليه المعصية. ولو حتى العبد غصب عنه في لحظة ضعف وقع في معصية، فمن كمال رحمة الله إن ربنا بيلهمه بالتوبة عشان يتوب، فربنا يتقبل توبته. وقلنا قبل كده إن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله على ذلك العبد. فقد قال جل وعلا عن الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ألهمهم بالتوبة، فلما تابوا تقبل الله توبتهم. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله على ذلك العبد بفضل الله. يبقى نجمع بين الحسنيين، بدل ما نركز يا حبايبي في العشر الأواخر بالذات إن احنا بندعي اللهم غنمنا ليلة القدر، اللهم غنمنا ليلة القدر، لا، يا ريت نضيف معاها دعاء تاني: اللهم غنمنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار. ويا حبذا لما أدعي الدعوة ديت لنفسي وللمسلمين: اللهم غنمني ليلة القدر أنا وكل المسلمين والمسلمات. اللهم أعتق رقابتي من النار أنا وكل المسلمين والمسلمات. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب
إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل، أو آمين ولك بمثل. وأضيف لكم معلومة صغيرة أنا بعملها، إن أنا سواء في رمضان في غير رمضان، سواء في العشر الأواخر، لما بدعي بركز مع الدعوتين دولت على دعوة في نظري أنا أهم من كل ده. بقول إيه؟ بقول اللهم ارض عني وعن كل المسلمين والمسلمات، وأعتق رقبتي من النار أنا وكل المسلمين والمسلمات، وغنمني ليلة القدر أنا وكل المسلمين والمسلمات. لأني أنا بشوف إن لو ربنا رضي عني فخلاص كل اللي بعديه هيعدي بفضل الله، إذا رضي الله عنا سبحانه وتعالى. ولذلك المولى عز وجل في الجنة يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك، أفضل من نجاتكم من النار ودخولكم الجنة؟ يقول أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنكم جميعا يا رب، وأعتق رقابكم جميعا من النار، واجعلكم جميعا من الفائزين بليلة القدر، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.